الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله يا أخوة مع الدرس الثاني من الدروس المخصصة للتعليق على كتاب القصاص من عمدة الأحكام. قال فيه المصنف عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن السهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يوم الصلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن السهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود ب50 يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم الكفار. هذا الحديث أصل في القسامة، والقسامة هي عبارة عن أيمان متكررة أو مكررة 50 مرة يحلفها أولياء الدم عندما يكون لهم مقتول والقاتل مجهول، فيدعون على قوم أنهم قتلوه، وهناك قرائن أو علامات تدل على اتهام جهة معينة. هذا هو معنى القسامة. إذن القسامة من اسمها القسم مكرر. سبب القسامة أنه يقتل شخص ولا يعرف ما قاتله أو من قاتله، لكن هناك علامات وقرائن تدل على اتهام جهة معينة أو شخص معين، فعند ذاك يطلب منهم أن يقسموا 50 مرة، أو يكون 50 شخص، فإذا وجد 50 شخص يقسمون، وإذا لم يوجد هذا العدد يقسم الأيمان بينهم. نعم. ضابط القسامة أنه لا تقوم إلا إذا وجدت قرائن، وهذه القرائن في الفقه تسمى اللوث. فإذا لم توجد قرائن ولا توجد عداوات بين المتهم وأولياء الدم أو المقتول، فلا يعمل بالقسامة، وإنما يرجع إلى أن البين على من ادعى واليمين على من أنكر. الأحكام المترتبة على اليمين: أولا أنه يطلب من أولياء الدم أن يبدأوا بالقسم. فإذا بدأوا ويعني استجابوا للوالي أو للقاضي أو للحاكم بينهم، يتحول الأمر أيضا إلى المتهمين. فإن قسموا أيضا يطلب منهم أن يقسموا أيضا 50. فإن قسموا أيضا فلا يستحق القصاص، وتدفع الدية من بيت المال. أما إذا نكل المتهم فقال لا أقسم وقسم أولياء الدم، فيستحقون به الدية من المتهم. وهل يترتب على القسامة أيضا القصاص، بمعنى ممكن أن يقتل المتهم؟ على خلاف بين أهل العلم، على خلاف. منهم قال أن القسامة مبنية على الظن الغالب، فلا يكون فيها قصاص، وإنما الدية فقط. وينسب هذا القول إلى كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر وابن عباس. نعم، وهو الراجح والله أعلم للاحتياط. نعم. وهل أنه هذا خاص بالقتل العمد
أم يشمل القتل الخطأ أيضا؟ أهل العلم يقول أيضا يشمل القتل الخطأ، فيستحق الدية إذا ثبت بالقسامة. وهل هو خاص بالدماء فقط، يعني بمعنى القتل، أم يشمل بقية الجنايات من جروح وأموال؟ هو يشمل القتل فقط، أما بقية الجنايات كالجروح والأموال فلا يكون فيها القسامة. وحديث عبد الله بن السهل ومحيصة هو أصل في هذا الباب. ومعنى الحديث من حيث الإجمال أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود ذهبوا إلى مكان، وهذا المكان كان قريب من خيبر، وخيبر لليهود، وكان هناك صلح يومئذ، لم يكن هناك حرب يعني، لذلك قال وهي يومئذ صلح، يعني لم تكن هناك حرب ولا عداوات. فتفرق، فلما أتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وجده مقتولا في دمه. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، انطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أخو المقتول، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الكبير، قال فكبر، لأنه كان هو أصغرهم. والقضية الآن قضية ليست قضية أولياء دم، وإنما قضية بيان للحادثة. فطلب من الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الكبير أن يبين الحادثة، لأنه قد يكون يعني أدرى وأعلم ويعني أحوط. نعم، في ذلك قال له كبر. فسكت عبد الرحمن وكان أصغرهم. فلما تكلموا وبينوا الأمر وبينوا القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم، بمعنى أن يؤتى بالقاتل إليكم. نعم. فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، فامتنعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود ب50، يعني هم يقسمون 50. وقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم الكفار؟ فبالتالي هكذا سقطت القسامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الدية من بيت المال حتى لا يضيع دم هذا المسلم. وفي رواية حماد بن زيد الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يؤتى به إليكم. ولعل هذه اللفظة أخذ منها بعض العلماء، ليدفع برمته أي يؤتى بهذا الرجل بذمته أو بشخصه إليكم. قال فلا إذا تمكنوا منه فلهم أن يقيموا عليه القصاص. ولكن هذا لفظ ليس المقصود به يدفع برمته أنه للقصاص، وإنما المقصود به تتمكنون منه حتى يعني لا يفلت من العقاب، والله أعلم. نعم. ويشهد لذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كانوا لا يقيمون القصاص بالقسامة، وإنما يأخذون الدية. نعم. فهذه أهم الأمور فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالقسامة من كتاب القصاص، من كتاب عمدة الأحكام. والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.